الجزء الايجابي حلو جدا جدا، والبنات مبسوطه قوي قوي، وشايفين ان البنت ما كانتش فاكره ان هي تقدر تحقق ده، او ان ده صعب. وطبعا كان في جزء كبير قوي من اسيوط، من الناس اللي كانت ما ينفعش نغرب بناتنا، بعد ما شافوا بابا ان هو غرب بنته وقدرت تعمل ده، بدأوا هم كمان يعملوا ده. فلقيت نفسي شجعت ناس كتير، فده شيء فعلا بيخليني مبسوطه انا شايف الجروبات بتاعت اسيوط بتحتفي بيكي جامد يعني. جدا جدا. اسيوط نقلوا انا بمشي في الشارع بيتصوروا معايا. انا عارف ان والدتك تقريبا الله اه، يرحمها منتقله هي اللي للسما. كانت بتدعمك في الفكره. جدا، هي اصلا كانت حابه جدا جدا فكره ان انت تبقي في المجال ده، مش كطيار، ما كناش لسه وصلنا لفكره ان انا ممكن ابقى الكابتن، بس هي كانت حابه فكره اني تبقى في المطار. ان انا كنت يعني بابايا ومامتي واخويا بيتعاملوا ان احنا داخلين المطار نركب الطياره ونسافر ننزل. لا، انا بالنسبه لي مسافرين يعني افضل فتره في السفريه هي الطيران. امم. فمامتي اللي كانت بتلاحظ ده، فهي اللي كانت تشدني، تروح للمضيفه تقول لها خدي تصوري معاها، هي بنتي نفسها تفهم اكتر، تكلم الطيار، تكلم الضباط اللي على الارض. هي كانت شايفاني مبسوطه بالمكان ده، وكانت بتقعد تشجعني تقول لي انت لو عملتيها يا ميرو تبقي جدعه، لو عملتيها يا ميرو تبقى شاطره. فعشان كده انا كبر الموضوع في دماغي لغايه ما عرفت ان انا ممكن ابقى الطيار نفسه. امم. فاول ما عرفت ده بقى بدات يعني ابحث عنه، وكلمت مع بابايا جمعنا معلومات، لان الموضوع ده لانه مش معروف، ما كانش فيه مصادر تطلع تقول الكليه دي بنقدم لها ازاي او ايه شروطها. فاضطرينا بقى تهنا شويه عشان نعرف نجمع المعلومات دي.